في بقى حاجه في النص، اعتقد ان ده، انا شاكك ان ده ايس كريم. بس تحس اللحمه برضو ايه شكلها من جوه مستويه، يعني طريه ومش بتشد معاك من الاخر. انت شايف قناه السويس وشايف كل السفن الكبيره اللي معديه. النهارده احنا هنشوف مع بعض واحد من اشهر الفنادق في بورسعيد. بس قبل ما نكمل ما تنسوش توصلوا فيديو ل 10000 لايك وتشتركوا في القناه عشان تدعمونا ان احنا نكمل مع بعض السلسله دي. احنا موجودين في فندق ريستا في بورسعيد. خلينا نشوف شكل الغرفه عامل ايه وليه الفندق ده مشهور. احنا موجودين في غرفه دبل كانال فيو، يعني غرفه تبقى شايفه القناه، شايفه قناه السويس. الفندق ده يعتبر مشهور جدا في السويس لان الفيو بتاعه خيالي. انت شايف قناه السويس وشايف كل السفن الكبيره اللي معديه. الشباك بتاع الغرفه كبير جدا، شايف قدامك القناه، قناه السويس. كل السفن الكبيره بتيجي هنا تقف في الميناء. منظر مختلف وجديد تماما. الفندق فيه حمام سباحه شغال من الصبح لحد الغروب، حمام سباحه حجمه ظريف ومناسب لكل الاعمار. كمان الفندق بيسكن فيه ناس كتير جدا من مختلف جنسيات العالم، لان الكرو بتاع السفن اللي بيسافر حوالين العالم بيقولوا في قناه السويس، فبيبقوا عايزين فندق ان هم يستريحوا فيه. فندق ريستا واحد من اشهر الفنادق اللي بتقدم الخدمه دي. مش بس الاجانب اللي بيسكنوا هنا، المصريين برضو بيحبوا ان هم يجوا ويغيروا جو. خلينا نشوف ايه اللي موجود في الغرفه. طبعا حجم الغرفه كبير جدا واسع، وشكل الغرفه ظريف جدا، يعني في الوان مبهجه، احمر وتركواز ولبني وحاجات ظريفه. وهنا المكان اللي بتحط عليه الشنط بتاعتك، ولكن الناس عاملين واجب معانا ظريف جدا، فحاطين بيوتي فور وحاطين فاكهه وحاطين حاجات كده ظريفه عشان يرحبوا بيه. الدولاب هنا مدفون جوه الغرفه، فمسيف مكان كبير يخلي الطرقه واسعه وظريفه. عندك هنا في شماعات، وطبعا هنا خزنه عشان لو معاك فلوس او مجوهرات او اي حاجه عايز تحافظ عليها تقدر تحطها في خزنه. طبعا عندك هنا تسريحه. ستايل الغرفه عموما شكله كلاسيكي ظريف. كمان في اضاءه دمها خفيف كده جنب التسريحه، بحيث لو انت عايز تكتب حاجه بالليل، تشوف حاجه، تعمل حاجه في القعده دي كويسه صراحه. حاطط لك هنا تي في ليست فيه اسامي القنوات وارقامها، بحيث ان انت ما تتعبش في تدوير على القنوات، فتكتب رقم القناه على طول فيحولك على القناه. عندك هنا ورقه فيها تعريف بالفندق والحاجات اللي موجوده فيه، وفي ايه فاسيلتيز اللي موجوده داخل الفندق. وطبعا الروم سيرفيس عشان خاطر لو عايز تطلب حاجه او كده، فحاطط لك روم سيرفيس فيها كل الحاجات اللي ممكن تطلبها. جمبري مقلي 75 جنيه. عندك طبق تشيكن كاري 130 جنيه. فالاسعار كويسه. حاطط لك هنا برده ملف فيه جواه اظرف صغيره عشان خاطر لو انت يعني ما اعرفش ممكن تستخدم الظرف ده في ايه، اللي يعرف استخدام الظرف ده في ايه يكتب لنا في الكومنتات. فتحس ان هو فيه اهتمام بالتفاصيل بشكل عالي شويه، تحس ان هو مركزين قوي. عندك هنا كافي تري فيها سكر وشاي وقهوه، في مجين كمان، قطعتين خشبيتين عشان لو عايز تقلب المشروب بتاعك. برده حاطط لك هنا اتجاه القبله عشان خاطر لو عايز تصلي او كده فما تتعبش في انك تدور على اتجاه القبله. لمسه حلوه صراحه. السرير برده شكله مريح. خلينا نجرب السرير والمخده مع بعض. السرير والمخده مريحين بنسبه 100%. حاطط لك على الكومودينو برده ايه زي نوت صغيره وقلم عليه اسم البراند بتاع الفندق، اعتقد عشان لو عايز تسيب لهم نوتس بحاجه مثلا انت لاحظتها، حاجه مثلا عايزهم ان هم يطوروا من نفسهم فيها او كده، فلمسات ظريفه جدا وحلوه. عندك برده حاجه هنا انا استغربتها شويه، هي ان في زرار بيتحكم في اضاءه الغرفه، تدوس عليه يقفل لك الاضاءه او يفتحها، ولكن هو مكانه موجود داخل الكومودينو. في حاجه جديده بالنسبه لي، انا اول مره اشوفها صراحه. عندك التلفزيون هنا براند جاك 32 بوصه، حجمه ظريف وقدام السرير على طول. عندك هنا ميني بار شفاف كده عشان خاطر لو انت عايز تحط المشروبات بتاعتك تحطها وترصها وتبقى ايه، تفتح كده الضرفه دي نفسك تفتح المشروبات على طول. الحمام شكله شيك جدا صراحه، يعني في كل حاجه تقريبا انت محتاجها. حاطط لك فوط صغيره، حاطط لك شيفنج كيت، وحاطط لك دنتال كيت بحيث ان انت يعني لو عايز تحلق او عايز تغسل سنانك كل حاجه موجوده تقريبا. حاطط لك برده البورنس ده في الحمام بحيث ان انت خارج من الشاور ايه تلبسه على طول. حاطط لك هنا برده شبشب عشان خاطر لو عايز تستخدمه جوه الحمام وكده. برده في هنا مرايه عشان خاطر لو عايز تشوف نفسك، مرايه مضيئه كده ظريفه. والمختلف فيها ان هي مش زي المرايات الثانيه بتقرب قوي الوش، لا دي مرايه عاديه ولكن باطار مضيء. السشوار بالنسبه لي شكله غريب شويه، اعتقد ان هو البراند ده قديم. حاطط لك في الحمام برده في ميزان عشان خاطر لو عايز تقيس وزنك وتتابع وزنك. معرفش ليه ممكن تستخدم حاجه زي كده، ولكن على المدى الطويل لو انت قاعد فتره طويله فمحتاج تراقب وزنك. برده في هنا شاور جيل وصابون وشامبو وبادي لوشن، شاور كاب، كل حاجه انت محتاجها. كده شفنا كل حاجه في الغرفه. تعالوا مع بعض نشوف ايه تاني موجود في الفندق. طبعا الفندق من سنه 1993، عتيق جدا ومشهور جدا هنا في بورسعيد. عدد الغرف كبير جدا، فندق ظريف صراحه. خلينا ننزل مع بعض بقى نجرب المطعم. طبعا في ورايا هنا منطقه حمام السباحه شغال من الصبح لحد الغروب، ولكن عشان خاطر الدنيا زحمه جدا صعب ان احنا نصور شويه. جينا على البول طلبنا عصير برتقال، وملفت للنظر بقى ان هم مهتمين بكل التفاصيل، حتى شرموها عليها براند ريستا اللوجو بتاعهم، حاجه ظريفه جدا. تيجي هنا بقى جنب البول تقعد ايه تطلب عصير برتقال بتاعك، تعاش بس. في علاج كتير جدا جنب البول، تقدر تقعد براحتك بقى تقضيها تسترخي، تطلب اي عصير انت عايزه او اي حاجه عايز تشربها وتستمتع بالاجواء. هنا في منطقه العاب للاطفال فيها شويه مراجيح، شويه حاجات مسليه عشان الاطفال الموجودين تتبسط وتقضي وقت ظريف. طبعا المطعم هنا على البول على طول، قاعد شايف حمام السباحه. المطعم هنا تقدر تيجي ان انت تطلب غدا او عشاء، شغال لحد الساعه 12 بالليل، تقدر تطلب اللي انت عايزه. برده حاجه ظريفه ان يبقى المطعم كده بيديك اكسس لحد وقت متاخر. جينا هنا المطعم عشان خاطر نجرب الغدا عندهم. طلبنا ميكس جريل، انا متفائل اني شايف شويه روائح حلوه كده. خلينا نشوف الاكل بتاعهم عامل ازاي. هنا طبعا برده في المطعم في ايه شاشه كبيره تقدر تقعد تتغدى وتتفرج ايه على ماتش او حاجه. اول حاجه طلبناها شوربه لسان عصفور، تقوم جايب الليمون ومديها ايوه ومقلب، تقوم ضرب على طول. لا جامده، حاجه سنه ملح شويه، بيرفكت 100 100. شوربه لسان عصفور بالاخر. طبق الرئيسي وصل، ميكس جريل عباره عن رز مع بطاطس وخضار مشوي، وفي هنا كمان خضار سوتيه، كفته وشيش طاووق وستيك. خلونا نجرب مع بعض الكفته، شكلها مستويه من جوه جامده مفيش كلام. نجرب بقى الخضار السوتيه، جزر وكوسه وايه عشان خاطر يبقى في توازن في الوجبه بتاعتك. مظبوط. نجرب مع بعض الشيش، تحس ان هو مش مستوي زياده، تحس ان دي هي ايه التسويه المظبوطه بتاعته. خلينا نجرب.
حلو جدا. نجرب مع بعض الكباب. بس تحس اللحمه برضو ايه شكلها من جوه مستويه، يعني قطعت بسهوله ما بتشدش معاك، طريه ومش بتشد معاك من الاخر. نجرب مع بعض الرز. اعتقد ده رز بالخلطه، شكل الرز يفتح النفس. في سن بهارات زياده كده، رز مبهر كده حسب طعم الفلفل جامد. نجرب مع بعض بطاطس حلو جدا. نجرب اخر حاجه وهي الستيك. ما عندي فضول صراحه ايه، تحس ان هو مستوي 100 100. اللون بتاعه تحس ان هو يفتح النفس. في برده ايه شويه صوص باربيكيو كده على جنب، ناخد كده ايه شويه منه عشان يطري لنا الموضوع شويه. حكايه جامد. قبل بقى ما نقفل ناخد واحده ايه كفته ثانيه، لان صراحه طعمها عالمي. تجربه الاكل هنا صراحه جامده جدا. كده بقى احنا اتغدينا، مش فاضي غير ان احنا نحلي. طبعا ما ينفعش يكون في بورسعيد من غير ما نجرب الكاساتا. طبعا ما ينفعش يكون موجود في بورسعيد من غير ما تجرب الكاساتا. كاساتا من عند سلسبيله. الكاساتا هي عباره عن ايس كريم طبقات بيتباع في بورسعيد من زمان. اغلب الناس اللي بتيجي بورسعيد لازم تجربها، فاحنا عشان موجودين في بورسعيد قلنا لازم نجرب الكاساتا. يعني في اكتر من طبقه ايس كريم جوه، تغلفها بقى بايس كريم برده من بره. جامده جدا. نجرب الشوكولاته صراحه خياليه. في بقى حاجه في النص، اعتقد ان ده، انا شاكك ان ده ايس كريم. الكثافه بتاعتها مختلفه عن الايس كريم التاني. دي بقى هتلاقي احلى حاجه بجد. دوق. هو انا مش عارف الخليط اللي جوه ايه، حاجه ليها علاقه بالنوجه تقريبا. لو حد من بورسعيد وعارف كاساتا مكوناتها ايه بالظبط يقول لنا، لان صراحه جامده السنين، وانت موجود في بورسعيد لازم تجربها. هزار. كده جربنا الكاساتا، نرجع الفندق. طبعا سعر الغرفه هنا بيبدا من 1500 جنيه للفردين في غرفه دبل بالفطار. طبعا السعر ده متغير طبقا للموسم، يعني كل موسم وكل شهر الاسعار بتختلف. كده بشوفنا مع بعض واحد من اشهر الفنادق في بورسعيد، فندق اوريستا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.